احنا لما بنقسم الكلمة، فالكلمة هي ايه؟ يعني احنا دلوقتي احنا في التنظيفات، لما بنيجي بننظف حاجة في الكاركتر بيلدينج بنسميها النون انجري، او انك انت ما تجرحش حد، وده حاجة قوية جدا بتخليك بتاخد كارما سلبية. تخيل انت مثلا لو حد مثلا ولد او بنتك او طفل مثلا بيبكي، ما انت ما بتعملش اي حاجه دلوقتي غير انت بتاثر عليه بالكلمه بس. يعني واخترت انت ان انا مثلا اقول لها ليه بتعيطي، ده انت جميله، ده انا واثقه فيكي، ده مثلا فشلت في اي مكان انت هتقدري تعمليها، انا فخوره بيكي، انت مش انت قويه، انت مش. انا ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي اكشن، انا بس قلت كلام ممكن يأثر ويغير على فكرة في حياة طفل وحياة بني آدم. فعلا فعلا في بعض الكلمات نور وفي بعضها قبور، أو في ناس بتموت بسبب كلمة حد قالها لها، والعياذ بالله كانسل ديليت. أو إن أنا أقول لها أو أقول له مثلا الطفل ده أو الشخص أو أي مكان، أنت بتدلع، أنت إزاي تعمل كده، أنت مش مسؤول، أنت غبي، أنت مش عارفة إيه. أنا عملت إيه دلوقتي؟ ما عملتش أي أكشن على فكرة، أنا قلت كلام ذبذباته جدا منخفضة، ممكن يدخل في عقل الطفل ده ويفضل طول حياته معتقد ان هو فاشل وان هو غبي، وهيفضل طول حياته يحاول يعمل يبقى يوصل للمثالية على قد ما يقدر، او انه ياخد تقدير من غيره، انه حد يحسسه ان هو مش فاشل، ان هو مش غبي. تخيل انت بالكلمة دي عملت كارما قد ايه. ممكن تعمل بيها كارما سلبية، وممكن تعمل بيها كارما إيجابية قد إيه.